السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين، في مصطلحات دايما وأبدا قانونية تلاقي الأغلب حافظها وبيرددها وسهلة على لسانه، ولكن ما بيعرفش معناها. النهاردة هقول لك مصطلح 2 3 قانونيين وانت ممكن تكون حافظهم ولكن ما تعرفش معناهم. بيقول لك الحق الذي لا دليل له هو العدم سواء. ده قاعدة. ايه الكلام ده؟ يعني انا النهارده ليا فلوس عند واحد ومش واخد عليها اي ورق ولا اي شيء يثبت ان انا ليا عنده فلوس. معاناة كبيرة خالص الناس ويمكن ضربه من ضروب المستحيل الناس اذا لازم ان الحق عشان تقدر توصل له لازم يكون معاك أدلة وبراهين تساعدك على إثبات حقك وتقدر ترجعه. يعني دايما وأبدا واحد يجي منصوب عليه ومد واحد فلوس أو واحد واخد منه عربية أو واحد واخد منه أي شيء ومش واخد عليها ورق وخدته الشهامة وبتاع، ولما يجي عند المحامي: لا يا أستاذ تجيب لي حقي، أنت مش مديني السلاح اللي انا احارب بيه عشان اجيب لك حقك. هي نعم في حالات كتيره بنعرف نوصل في قضايا النصب وناخد فيها احكام وبنوصل للحق وربنا بيساعدنا وبنقدر نوصل للي احنا عايزينه، ولكن في حالات كتيره بيضيع حق الناس عشان ما عندهاش اللي يأهلها ان هي تجيب حقها. فانا بقول لك عشان تيجي تطالب على حقك قبل ما تطالب عليها لازم يكون معاك ما يدعم حقك ويقدر يثبت ملكيتك. انت النهارده معاك مثلا عربيه بيثبت ملكيتك عقد البيع، الرخصه باسمك مسجله في الشهر العقاري، لكن انا ما بيعش لواحد عربيه مثلا يعني شفهة كده بالكلام وهو ياخدها وانا واثق فيك وانت مأمني واروح حط العربيه مثلا قدامي وبعد كده العربيه بقت باسمي، ده انا مشتريها من فلان. طب نفترض ان فلان ده مات قدام ورثته، ومين اللي يثبت ان الحاجه دي بتاعتك؟ فاذا عشان تدور على حقك وتقدر تجيبه او تبدا تنازع مع المحامي عشان ان هو ازاي ما عرفش يجيب لك حقك، لازم تكون انت موفر الحاجات اللي مؤهله لان احنا نجيب لك حقك. فحبيت الفت نظرك للمعلومه القانونيه دايتي والمصطلح اللي الناس كلها عارفاه، ولكن حبينا نشرح شويه ان الحق من غير دليل هو والعدم سواء. انتظرونا في مصطلح جديد ومعلومة جديدة.